بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طبعا العيد يعني كحك. بصوا بقى، هنعمل الكحك بخطوات بسيطة جدا يا حبايبي، وهيطلع معاكم احلى من الجاهز. بصوا ما شاء الله على الجمال، والنقشة بارزة، حاجة كده بجد تحفة. بصوا هو بيتحدث عن نفسه. بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل الكحك ده هيطلع معانا ناجح. انا الطريقه دي ما بغيرهاش، ثابته معايا على طول، بيطلع الكحك بصوا ما شاء الله دايب في منتهى الجمال. يلا بينا بقى يا حبايبي ندخل الفيديو ونشوف هنعمل العظمه دي كلها ازاي. بصوا بقى اللون ما شاء الله على لونه وجماله. هننزل عليه بقى بالسكر البودر كده، والسكر تحطوه بقى ايه عند الاستخدام، ما تحطوش السكر وتخزنوه يا حبايبي، على قد الكميه اللي انتوا ايه تحبوها. بصوا الكحكايه ما شاء الله جميلة جدا، والرسمة بصوا بارزة ازاي، بجد تحفة. لايك حلو بقى للكحك الجميل ده. كل سنة وانتم طيبين كل متابعيني وحبايب قلبي اللي بيتابعوني من مصر ومن خارج مصر. بصوا بقى ما شاء الله الكحكة دايبة ازاي، بصوا يا حبايبي دايب دوب. بصوا بقى نعوميته بجد في منتهى الجمال ما شاء الله. بصوا طلع معانا ما شاء الله في منتهى الجمال. معانا مقادير الكحك يا حبايبي. معانا نص كيلو دقيق لجميع الاغراض او للكحك والبسكوت. معانا هنا كوباية زبدة بلدي انا مسيحاها، هاخدها على السخن، ومعايا نص كوباية على البارد. يبقى انا معايا كده ايه 300 جرام يا حبايبي على نص كيلو ايه دقيق. معايا معلقة خميرة، معلقتين سكر بودر، معلقة ريحة الكحك ممسوحة، معلقة بيكنج باودر صغير. بس كده دي مقاديرنا. كل كيلو بقى كحك بياخد 600 جرام زبدة يا حبايبي، ويفضل يكون زبدة لان بتخلي الكحك دايب وجميل. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض يا حبايبي. ننزل كده بايه معلقتين السكر البودر، معلقة خميرة ممسوحة صغيرة، متكتروش في البيكنج باودر اسفة، ومعلقة كبيرة ممسوحة ريحة الكحك، وما تكتروش برضو من ريحة الكحك عشان ما تمررش. ومعايا الخميرة هنا هدوبها في مية دافية. هنقلب بس المواد الجافة كده مع بعضها، هنوزعها بس كويس. نوسع كده بقى وننزل ايه بالسمنة اللي احنا مسيحينها في الاول. هنعمل كده ايه، نوسع وننزل ايه بكوباية السمنة ايه 200 جرام يا حبايبي. وهننزل كده بالسمنة الايه 100 جرام اللي ايه على البارد. اهم حاجة تعملوا جزء كده وجزء كده، ما يبقاش كله على السخن عشان الكحكاية ما تحميش على صدركم، تكون خفيفة. الطريقة دي جميلة قوي يا حبايبي، تخلي الكحكة دايبة وجميلة وفي نفس الوقت خفيفة. هنقلب كده بقى ونبتدي نبس. وكده يا حبايبي بقى هنبتدي بقى نبس الكحكة بتاعتنا. واهم حاجة بقى الحركة دي في الكحك عشان يطلع ناجح معاكوا، لازم حركة البس دي. وهنفضل نبس كده لغاية ما الدقيق يتشرب السمنة بتاعتنا كلها. وبصوا ينعم معانا تماما. هنمسك قطعة قطعة كده ونبسها. ومعانا الخميرة بتاعتنا اهي، هننزل بيها جزء جزء يا حبايبي. اهم حاجة ما ننزلش بيها مرة واحدة عشان الكحك بتاعنا ما يقلبش ايه عجينة. هنفضل نبس كده بايدينا من تحت لفوق، وننزل بالخميرة واحدة واحدة يا حبايبي. عشان الكحك يطلع ناجح لازم نمشي على الخطوات. بصوا بقى الكحك بتاعنا بقى ناعم ما شاء الله. بصوا كده تمام. بصوا هنختبره كده بايدينا، ولو لقينا العجينة طرية بصوا هندورها كده، ولو لقيناها بتشقق تبقى محتاجة ايه سمنة. بصوا ما شاء الله ناجحة جدا. وهنبتدي بقى نشكل الكحك بتاعنا حسب ما انتوا تحبوا يا حبايبي. بصوا ما شاء الله انا بحب اعمله صغير كده عشان ايه اللي ياخد كحكاية ياكلها مرة واحدة. والبصمة كده بقى ايه هنظبطها ايه بيها. لو عندكم منقاش انا هعمل شوية كده وشوية كده. بصراحة البصمة بتبقى حلوة، بتخلي شكل الكحكاية جميلة زي الجاهزة بالظبط، وبتبقى سهلة في ناس كتير ما بتعرفش تشتغل بالمنقاش. انا هعمل كده جزء كده وجزء كده. بصوا شكلها جميل قوي ما شاء الله.
هنكمل بقى الكمية كده. بصوا مادام الكحك بتاعكم ماشيين على الخطوات مظبوط هيطلع معاكم ناجح جدا. بصوا الكحكايه مش مشققه وجميله، بصوا ملسه جدا وطريه. هيطلع معاكم الكحك دايب لو عملتوا الخطوات دي يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. خلاص هندخله بقى سعيده على الرف الوسطاني. هياخد معانا 12 كده بنفس الطريقه على الرف الوسطاني. لو حابين تديله لون، انا بحب اديله لون فبفتح عليه الشوايه لمده دقيقه واحده بس. نعمل شكل تاني بقى بالمنقاش، والناس اللي بتحب الكحك ايه تنقشه كده. يعني بس هو بياخد وقت شوية، البصمة بتكون اسهل، بس برضو الشكل ده حلو، الشكل التقليدي اللي كلنا متعودين عليه. بصوا ما شاء الله الكحكاية ومنتهى الجمال. هنعمل واحدة تاني كده معاكم كمان عشان اللي ما شافش ايه يشوف. بصوا بسيطة جدا بايه، بحرف المنقاش كده وبنضغط عليه. بصوا شكلها جميل جدا. ندخله على الفرن ونشوفه مع بعض. الكحك بصوا خرج معانا، بصوا بقى لونه وجماله في منتهى الجمال، بيتكلم عن نفسه. وكده بقى هننزل بقى بالسكر البودر عليه. بصوا ما شاء الله من 3 كوبايات دي عملوا معانا كمية حلوة جدا. بصوا اقتصادي وموفر جدا، وعاملينه بالسمنة البلدي طبعا. في البيت كل حاجة بنعملها بتبقى اوفر كتير، والطعم طبعا مختلف. انتوا عارفين اسعار الكحك دلوقتي وصلت اسعار خيالية بجد. لما تعملوه في البيت هتوفروا كتير، والطعم بجد جميل. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.